والله يا جدعان تحسها انها حقيقية. عايزة ايه؟ طب اعمل لك ايه؟ افتح الباب؟ في تمثال للملكة. السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده احنا جايين لندن عشان نعمل فيديو مختلف شوية. احنا دلوقتي في محطة بيكر ستريت، جايين عشان ندخل متحف الشمع في لندن. فمتحف الشمع دلوقتي هو قدامنا، هو بتاع الخضرة دي. فاحنا المفروض حاجزين ببلاش طبعا، احنا مش دافعين فيها فلوس. في حاجة كده بتتعمل تبع ذا صن، اللي هي جريدة الأخبار الموجودة هنا في إنجلترا. ممكن تاخد تذكرتين ببلاش. فاحنا هندخل دلوقتي، المفروض هندخل متحف الشمع، ويا رب يبقى فيه تصوير من جوه عشان اقدر اوريكم المتحف من جوه والحاجات اللي موجودة فيه من جوه. فاحنا اصلا متأخرين، احنا المفروض نبقى الساعة 10، دلوقتي الساعة 10:30. احنا دخلنا متحف الشمع. You're about to step onto the red carpet, one of the most exclusive award ceremonies of the year. Get ready, showtime. ده الاسانسير. طبعا عادي ممكن تصور جوه، بس بيقولوا لك خلي بالك من الناس اللي ممكن تطلع في الكاميرا معاك عشان ممكن يتعصبوا وكده. فده المتحف من جوه. طبعا اكنك ماشي على الريد كاربت وبيصوروك وكده يعني. فيعني حاجه جامده يعني من الاخر. تعالوا بقى كده. والله انا افتكرت راجل حقيقي، افتكرت راجل والله حقيقي يا جدعان. انا طبعا مش عارف اسم الممثل ده ايه، بس ده ممثل قشطة عليه. طبعا الصوت هنا مزعج جدا، الصوت هنا عالي. دي شكلها ممثلة هندية ولا مش عارف ممثلة ايه يعني. انا ماليش في الممثلين قوي يعني، ما اعرفش اساميهم. بس بصوا كده والله يا جدعان تحسها انها حقيقية. ودي برضو يعني ممثلة بقى، اذا كانت ممثلة ولا اي حاجة موجودة اهي. انجلينا جولي. Take your hand off of her. المتحف من جوه طبعا جامد جدا. في ممثلة اهي برضو يعني، تماثيل كتير في كل حتة، وممكن انت اصلا تفتكرهم حقيقيين. زي الاخ اللي واقف ده برضو ده براد بيت. ده براد بيت، انا عمال اجمع فيه. اتس براد بيت رايت. براد بيت هو يا جدعان اخويا وحبيبي شياكة زي. وده برضه ممثل انا مش عارف اسمه. انا ما اعرفش اي اسم ممثلين يا جدعان، انا اعرف اشكالهم بس. بيكهام اسطورة. This is بيكهام رايت. اسطورة مانشستر يونايتد. دي تقريبا مراته يعني. ها ودي اسمها تقريبا مراته اسمها فيكتوريا. ف برضه بيكهام موجود هنا في المتحف ده. انا هاخد لفه وبرضه عايز اتصور يعني، فهاخد شويه صور مع الناس دي. يعني التماثيل اللي هنا حقيقيه يعني، تديها مثلا 80% ولا 90% اللي هم اكنه شخص حقيقي. توم هارد. فده توم هارد. قول حاجه للناس اللي بتتفرج عليك دي، مسي عليهم. مش عايز يتكلم يا جدعان. وهنا في زي يافطة او حاجة مكتوب عليها اسم الشخصية اللي قاعدة هنا وعيد ميلاده وكل حاجة عنه يعني. فانت لو مش عارف اسم الشخصية دي ممكن تبص على الحيطة هتلاقي البتاع دي موجودة. سعر المتحف هنا لو انت هتدخله عادي 30 جنيه استرليني او 33 جنيه استرليني تقريبا. زي ما قلت لكم انا داخله ببلاش.
الحاجه دي انت ممكن تعملها لو انت مقيم بس في انجلترا. فانت لو معاك الاقامه في انجلترا بتشتري الجردان ده، بيبقى في اوقات معينه، وممكن تاخد التذكرتين ببلاش خالص. جورج كلونا يا جدعان بيمسي عليكم. شياكة يا جدعان، حاطط رجل على رجل، شياكة وقاعد كده قاعدة شياكة. في هناك بقى أمير إنجلترا هاري ومراته. هنا بقى الأمير بتاعنا بتاع إنجلترا ومراته. ففي هنا الناحية التانية في واحدة برضو واقفة، ما معرفش اساميهم والله يا جدعان، فاعذروني يعني ان انا ما اعرفش اسماء الناس دي. ايه ما اعرفش اسمها ايه. برضو ممثلة تانية موجودة هنا. مكان فيه شاروخان. في هنا معانا الاخ شاروخان ملك الهند. ملك الهند واقف هنا معانا. ففي برضو هنا ممثلين يعني اللي هم المشهورين في العالم كله، بس تقريبا مش هنلاقي حد مصري موجود هنا. يعني ممكن نلاقي الزعيم عادل امام، يعني لو هم حبوا يحطوا حد مصري فممكن نلاقي عادل امام، بس تقريبا مش هنلاقي حد مصري. وهنا في كابينة التليفونات بتاعت لندن هتلاقيها هنا. تعالوا ندخل نكلم اهلنا في مصر. في موجود هنا معانا جوني ديب تقريبا، ده جوني ديب. جوني ديب موجود هنا معانا برضه في المتحف. وفي بقى العظمه، وبرضه توم كروز موجود هنا معانا. هيعمل طبعا ميشن امبوسيبل، مش عارف الجزء الثامن ولا الجزء التاسع، هينزل ان شاء الله السنه دي. فهو لسه قايل اللي هو ينزل السنه دي، فاستنوا الفيلم ده لان السلسله دي سلسله جامده الصراحه. برضو في ممثل هنا الله اعلم اسمه ايه. ومش عارف انا الاوضه دي تقريبا من فيلم او حاجه زي كده، الله اعلم. برضو ممكن اكون بهبد. في اوضه كده يعني هنحاول ندخلها، تحس انك داخل سفينه فضاء زي ما انتم شايفين. لا حول الله، في عطل في السفينه. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. اوضه مرعبه. عايزه ايه؟ طب اعمل لك ايه؟ افتح الباب؟ تقول في داهيه. الأوضة دي مرعبة. أنا مش احنا خايفين. الله أعلم هنا في إيه؟ لا حول الله يا رب. في هنا حتة فاضية بس لا احنا عشرنا. يو جو فور مش عارف، هو مفيش باب، بس هي فاضية، بس هي مرعبة الصراحة. يلا بقى نطلع من هنا يا عم. حاجة ممتعة الصراحة. المتحف يعني جميل جدا وممتع جدا، بس يا رب يكونوا يعني سامعيني كويس عشان الأصوات هنا عالية جدا. أنا بحاول أعلي صوتي على قد ما أقدر. فلو أنت لسه بتتفرج على الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك عشان تدعمني في القناة. إحنا جينا مكان ده طبعا أخونا بتاع الكوميديا اسمه إيه؟ واتس هيز نيم؟ الأخ تشارلي اللي هو بتاع الكوميديا طبعا كلنا عارفينه. وده برضو ممثل مش عارف الصراحة مين. ده بتاع ايرون مان، بس هو شكله مش ايرون مان خالص يعني، تقريبا لما كان صغير ولا حاجة. ودي سلحفة ولا مش عارف سحلية. ودي بتاعت هانجر جيم، اللي اتفرج على الفيلم ده جامد. والبتاع بتاعها اهو.
ممثله بتجيب النفس، يعني انت ايه ده؟ دراعها بيلف. وده توم هانكس موجود هنا، هيديله له الكرافته بتاعته. والغوريلا كونج، ده برضو الغوريلا اللي موجوده هنا، بتفتح وتقفل عينيها. ثواني كده، هي بتفتح وتقفل عينيها. ومعانا برضو الحاجه دي، الله اعلم برضو اسمها ايه. انا اصلا المفروض ما كنتش جيت المتحف ده لان انا ما اعرفش اي اسم من الممثلين اصلا الموجودين، لان انا علاقتي بالاسماء زي الزفت. هنا معانا الفورمه بتاعتنا ارنولد، ومعانا ملك الاكشن بروس ويلينجز، ولا مش عارف اسمه بروس ايه، حاجه زي كده. ف يعني حاجه اخر حلاوه. وفي هنا مكان ممكن تعمل دراع بالشمع، يعني تعمل كف ايدك تعمله بالشمع. طبعا كلنا عارفين ده مين، ده شريك. تعالوا بقى نشوفوا في ايه تاني في المتحف. المتحف طبعا كبير جدا، وفي شخصيات كتيرة جدا هتقابلها في المتحف ده. يعني في شخصية اهي، بس انا مش عارف ماله عامل ليه كده، بس ما علينا. ده قسم الملاكمة، في ملاكمين كتير هنا. طبعا اسطورة الملاكمة كلها محمد علي كلاي موجود هنا معانا. وفي واحد تاني برضه بس الله اعلم برضه اسمه ايه، انا ما اعرفوش اصلا، بس موجود هنا. ممكن تيجي تتمرن بنش، طبعا تقيلة واصلا ما ينفعش تشيلها. وفي هنا البتاعة دي ممكن تيجي تلعب شوية. فانا اصلا طبعا ما بعرفش اعمل البتاعة دي. في هنا مثال تقريبا، ده ميزان ما علينا منه يعني. وهنا بقى في ده قسم الرياضة طبعا تقريبا، اللي هم الناس اللي هي ملاكمين مثلا زي محمد علي. ايه ده؟ مين ده؟ ده كريستيانو رونالدو يا جدعان. ده يعني سنة كامل المتحف ده مش شكل رونالدو خالص دلوقتي، بس ما علينا يعني. ده كريستيانو رونالدو، ده برضو لاعب ما اعرفوش. وهنا طبعا بيليه برضو موجود، بس مش عارف اشكالهم ليه مختلفة خالص عن الحقيقة اصلا. وده مش عارف بتاع ايه، ده بتاع تنس. وهنا طبعا ده قسم الملوك بقى وحكام انجلترا تقريبا. ده بقى في واحدة عزيزة على على الناس كلها، الأميرة ديانا، شحمها ولحمها موجود هنا برضو في المتحف. وده تقريبا شكسبير. طبعا العيلة الملكة، الملكة اليزابيث والعيلة كلها موجودة هنا، فانت ممكن تيجي تدخل تتصور معاهم. في حاجة برضو بتاخدها وانت داخل المتحف، كارت زي ده، في حاجات يعني عشان تتصور مع الملكة والعيلة دي لازم تقريبا بتدفع فلوس. ما اعرفش الصراحة بتدفع فلوس ولا لا، بس انت بتتصور وهو بياخد منك البتاعة دي، بيعمل لها سكان، وانت لما بتطلع بتشوف الصورة تقريبا بتشتريها بقى، حاجة زي كده. فاحنا هنشوف الدنيا دي لما نخلص. في هنا معانا مين؟ ده نيوتن بتاع قانون الجاذبية اللي طلع عين ابونا في المدارس. وده برضه هتلاقيه عالم برضه، الله اعلم اسمه ايه. الدنيا هنا زحمة جدا، يعني زحمة بطريقة يعني ما اقولكش. ففي اوباما هنا، وفي ورا رئيس وزراء بريطانيا حاليا،
فاحنا وفي تقريبا ترامب واقف جنب اوباما، فهناخد معاهم شويه صور وهوريه لكم دلوقتي. بس الناس هنا كلها واقفه بتتصور معاهم، فالدنيا زحمه جدا. فهنا ده ترامب، الناحيه التانية هنا اوباما، وده برضو ممكن يكون يعني حاجه في الهند. هنا بقى في مغنيين، فهنا دي ريحانه موجوده معانا هنا برضو. دي مش عارف اسمها ايه، ما علينا. في برضو الناس دي مش عارف مين دول بصراحه. إد شيرين برضو موجود هنا في المتحف، وده واحد برضو معرفوش. وهنا في مايكل جاكسون، وده المغني اللي بيغني اغنيه وي لايك ات موفي اللي هي بتاعت الفيلم اللي هو بتاع بطريقه مدغشقر. طبعا الصوره عامله 15 جنيه استرليني، فمش عايز صور. وده مغني طبعا احنا كلنا عارفينه، بس انا مش عارف اسمه ايه. في مكان هنا تنزله اكنك يعني داخل كهف كله صح، في اصوات موجوده حوالينا. طبعا المكان هنا هو مكان يعني بيوريك الزمن القديم، الايام يعني زمان. وهنا في الناس دي اللي اتقطعت روسها واتعلقت على خوازيق، فدي اسامي كل واحد ودي اشكالهم. ففي هنا تماثيل، وفي يعني المكان هنا شكله حلو. في جولاي، في واحد هنا طبعا تبع المتحف فشكله مخيف شويه. راي هو لسه قاتل واحد تقريبا وماشي ورايا، فيلا بقى نجري من هنا. هو ورانا، طلع ورانا تقريبا هو اخره هنا، ما يقدرش يطلع فوق، فشكله خلع دلوقتي. فلا المتحف جامد يا جدعان والله. دي هنا طبعا مكتبة، بس طبعا دي حاجات مش حقيقية. وفي زي تكاسي هناك، فاحنا هنروح ونركب واحد منهم. هي دي التكاسي. احنا دلوقتي راكبين التاكسي ده، تقريبا هو ببلاش، فهنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of unwilling, or to perhaps Horus' great pains, and with it Christopher Wren was given the task of rebuilding St. Paul's. This time, London was built on stone, the sky and the winds of the fire. A new cathedral arose. طبعا العربية دي اللي هو القطر أو العربية ده كان ببلاش، وطبعا المنظر كان جميل جدا، وهو بيحكي لك عن كل حاجة في تاريخ إنجلترا. وكمان أكبر حريق في إنجلترا ده موجود برضو في لندن. هبقى أعمل لكم فيديو عن المعالم اللي في لندن، هبقول لكم عن حريق لندن ده. فدي حاجة كويسة وحاجة جميلة جدا، لأن العربية دي ممتعة جدا الصراحة. احنا دلوقتي موجودين في مارفل، اللي هي التمثيل بتاعت مارفل، يعني الرجل الأخضر هالك موجود هنا، وسبايدر مان، وموجود برضو بلاك بانثر ورانا. وممكن برضو تطبع عملة، يعني تحط فلوس
وتطبع عملة بالشخصية اللي انت مثلا بتحبها في مارفل، وتمنها 2 جنيه. ده هنا في شخصية ايرون مان وكابتن امريكا وفي سبايدر مان. ف يعني دي حاجة كويسة برضه لو انت محتاج عملة عليها الشخصية اللي انت بتحبها. احنا دلوقتي هندخل السينما 4D لمارفل، برضه احنا حاجزينها من على من برضو الحاجة اللي احنا عاملينها من على جريدة صن. اخدين التذكرة ب5 جنيه، طبعا عليها تخفيض، معرفش التذكرة اصلا بكام هنا. وبرضو اخدين تخفيض على لندن اي، بس احنا مش هنروح لندن اي النهاردة، احنا هنروح يوم تاني خالص. الحاجة دي زي ما قلت لكم للمقيمين بس، ورخيصة جدا، يعني احنا داخلين اصلا المتحف ده ببلاش. احنا دلوقتي في السينما، هي 4D، طبعا بيدوك نظارات. مش عارف اذا كنت هعرف اصور حاجه ولا لا، بس لو صورت هوريكم، ولو ما صورتش هقول لكم يعني اذا كان السينما دي كويسه ولا لا، انك تيجي تحجز تذكره وتدخلها ولا لا. فهتفرج وهشوف ايه في السينما دي، وهقول لكم بعد ما اطلع من السينما. But the attention to detail is uncanny, even if they did not use actual vibration. I gotta say, I kinda prefer muted Iron Man over here. Oh, I'm so excited to see these figures, Scott. Me too. I just wish some of the other Avengers were here. True. It is too bad Cap, Hulk, Thor, and Iron Man were all needed to deal with the Mole Man and his minions. Ah, you've made it. We're so happy you're here. If you'll please. المهم احنا لسه طالعين دلوقتي من السينما. السينما طبعا جميله جدا، بس هي 4D. ف كام حته اللي انا صورتهم ممكن ما تعرفوش تشوفوهم كويس، فهي 4D والصراحه جميله جدا وممتعه جدا. فانت لو جيت ممكن تدخلها تستمتع بيها جدا. وهنا في طبعا اللي هو بتاع فيلم ستار وورز، فدول التماثيل. طبعا اخر حاجه بقى في المتحف هو الجيفت شوب. لو انت محتاج تجيب هديه لحد من المتحف ده، فانت ممكن تيجي تشتري له مثلا تيشيرت او ميداليه او اي حاجه موجوده هنا في المتحف. وطبعا كل حاجه هنا غاليه، يعني مج زي ده 9 جنيه استرليني، فغالي جدا. فاحنا طبعا مش هنشتري اي حاجه، احنا هنطلع على طول. في الاخر هنا في تمثال للملكه، ممكن تقعد تصور عادي بالتليفون بتاعك او الكاميرا بتاعتك من غير ما تدفع اي حاجه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتدخل تتابعنا على الانستجرام، وشوف الفيديوهات القديمه والفيديوهات الجايه. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.